السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو البعض بيسأل يا جماعة، هو أنا أقول الله أكبر في ختام الصلاة 33 تكبيرة ولا 34 تكبيرة؟ طيب زي إيه؟ عندي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات، أي تفعل في إيه؟ ماشي دبر كل صلاة. عقب يعني هي معقبات، يعني سبحان الله بعدها سبحان الله سبحان الله يعقب بعضها بعضا، معقبات لا يخيب قائلهن. أسأل الله عز وجل أن لا يكون من إيه؟ من الخائبين. أو فاعلهن 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة في دبر كل صلاة. هو أنا أقول 33 تكبيرة ولا 34 تكبيرة؟ 33 تكبيرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33، يبقى دي إيه؟ تكبير 33 وهنا 34. وقال تمام المئة في حديث أبو هريرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فتلك إيه؟ 100. تمام. طيب النووي رحمه الله قال لك إيه؟ قال لك قول ماشي ال 34 تكبيرة زائد، يعني تقول 33 تسبيحة 33 تحميدة و34 تكبيرة، وتقول كمان لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ده كلام الإمام النووي. طيب العلماء قالوا إيه بقى؟ قال له انت عشان تستحضر المعاني قول مره 34 تكبيره ومره 33 تكبيره. ماشي. لو قلت 33 تكبيره هتقول ايه بقى؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ماشي. وخليها كده ان شاء الله عز وجل. احنا هنحاول ان احنا ايه الاذكار اللي بعد الصلاه، ماشي، والعبادات اللي وارده فيها على ايه، على اختلاف. ليه بقى؟ لان انا لو ايه، في بعض الناس سبحان الله 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 ماشي لا يتدبر المعنى. ماشي. وطبعا يا جماعه ان شاء الله عز وجل احنا عايزين فعلا نتكلم ماشي على فيديو الناس اللي بتخسر كل يوم ملايين الحسنات. اي والله العظيم، ازاي بتخسر كل يوم ملايين الحسنات؟ ماشي. انت قلت 100 تسبيحه، خدت كام؟ خدت 1000 حسنه. تمام. الحسنه احيانا تضاعف ل 700، وفي عندي مضاعفه والله يضاعف لمن يشاء. طب كل ده بسبب ايه؟ على قدر حبك وتعظيمك للملك عز وجل. يعني المفروض يكون شغلنا على ايه؟ ماشي، ان احنا نجتهد ماشي في التدبر والتأمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.